اعتدنا أن نتنقل إلى الحلاق إلى مكان عمله، لكن ما يفعله هؤلاء الشباب عكس ذلك، فهم يجوبون الشوارع من أجل تحليق كبار السن وتقليم أظافرهم، لكن من دون مقابل، في سابقة هي الأولى من نوعها هنا في بودة. احنا اليوم باش كما نقول نحفوا هاد الناس الكبار، لازم جاتنا الفكرة اننا نكونوا كل يوم جمعة نحفوا هاد الناس الكبار، نحلقوهم ونقصبوا لهم الاظافر نتاعهم ونعطوهم بعد من الرعاية. الهدف من هذه المبادرة هو يعني زرع روح تطوع في هؤلاء الشباب، يعني معظمهم يعني أصحاب 15 و 16 سنة. يعني الهدف الأول من هذه المبادرة هي زرع روح التطوع وتوجيههم في الطريق الصحيح، هذا واحد. الهدف الثاني من هذه المبادرة هو الالتفات، يعني سواء للمرضى أو لكبار السن أو المهم الجميع من لا يستطيع التنقل مثلا إلى يعني موقع الحلاقة، أو المرضى الذين لا يستطيعون التحرك. المبادرة لم تقتصر على قصر واحد، فهم يجوبون الشوارع والأزقة لرسم البسمة على وجوه الناس. ونحن نسعى كذلك أن تنتشر هذه المبادرة، يعني مستقبلا سوف ننتقل لقصور أخرى، يعني نتمنى من هذه المبادرة الانتشار. الهدف الثاني من هذه المبادرة هو يعني زرع روح الأخوة بين القصور. يمكن يعني هذه المبادرة عند انتشارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولا ممكن أن تهدم هذه الأمور وتعيد روح الأخوة بين القصور، سواء يعني المتجاورة ولا البعيدة. عدد من المواطنين المستفيدين عبروا عن سعادتهم لمثل هذه المبادرات لما تحمله من دلالة التكافل الذي اعتاد على تقديمها الشباب في خدمة مجتمعه.